بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وباحسن حال. معاكم احمد صلاح من قناه دروس اونلاين. وباذن الله النهارده هنتعلم حاجتين مهمين جدا في الاكسل اللي هم الفريز والفلتره. يلا بينا. قبل اي حاجه هنعمل مراجعه بسيطه عن معادله صم بتاعت الحلقه اللي فاتت اللي انا جبت منها خانه المجموع. تمام؟ جبت المجموع منين؟ هنيجي كده نمسحها كلها ونعملوها من الاول. عندي طريقتين اشتغل بيهم. اول حاجه ان انا ادوس ايكوال واكتب صم، دبل كليك وهعمل سيلكت على الحاجه اللي انا عايز مجموعها وانتر. تمام؟ تاني طريقه ان انا ادوس ايكوال وهاجي على اوتو صم، دبل كليك، هي عملت لي سيلكت جاهزه اهي وانتر. تمام؟ طيب انا عايز اعمل نفس الحكايه في اللي تحت دول. مش هقعد اعمل نفس المعادله في واحده واحده، لا انا هسحبها مره واحده. هاجي عليها كده، هستنى اول ما شكل الماوس يتحول كده للزائد السوداء الصغيره واقوم ساحب على تحت اهو بالشكل ده. المعادله اتسحبت في كل الاماكن. طبعا معادله صم شرحناها بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت، هي وخمس معادلات تانيين. اللي ما شافش الحلقه هسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكربشن تحت اسفل الفيديو. يلا بينا نكمل بقيه الشرح بتاعنا. طيب انا دلوقتي عايز اجمد اول صف قدامي اللي هو رقم 1. تمام؟ وفي نفس الوقت عايز اجمد العمود الاولاني. طيب قاعده اساسيه بالنسبه للتجميد اللي هي الفريز، طالما انا عايز اجمد الصف الاولاني دوت يبقى انا لازم اعمل سيلكت على الخليه اللي تحت الصف على طول. تمام؟ يعني معنى كده ان انا بقول له اعمل لي جمد لي الصف الاولاني اللي فوق الخليه دي. تمام؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي عند فيو، اختار فريز، بعد فريز توب رو. كده انا جمدت اول صف بالشكل ده. تمام جدا. طيب انا عايز اجمد اول عمود، نفس الحكايه زي الصف. هاجي على اول خليه اللي هي جنب العمود على طول وهروح عند فيو، فريز فيرست كولم. تمام؟ اهو بالشكل ده. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اجمد الاثنين مع بعض، اول صف وفي نفس الوقت اول عمود، الاثنين مع بعض كده ايه في حركه واحده. هاجي عند الخليه بي 2 اللي هي تحت الصف على طول وفي نفس الوقت بعد العمود على طول. تمام؟ اقوم جاي على فريز، اختار فريز بانس. بص كده انا كده جمدت اول عمود في نفس الوقت جمدت اول صف، الاثنين في واحد. حاجه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، هتسهل علينا كتير جدا في الشغل. تمام. تاني حاجه بقى عندنا الفلتره. ايه هي الفلتره؟ انا عشان اعمل فلتر دلوقتي للصف الاولاني ده، تمام، هاجي على اي خليه فيهم، هضغط على هوم، ومن هوم هاجي على صورة وفلتر وهنختار الفلتر. عملت لي فلتر في كل الصف الاولاني اللي معمول عليه الجدول. تمام. انا لو فلترت اي عمود من دول بيتم فلترة باقي الاعمده بناء عليه. بمعنى، اقول لك انا يعني انا دلوقتي لو عايز اسامي اللي جايبين امتياز فقط، هعمل الحركه دي ازاي؟ هنيجي عند التقدير وهنفلتر اهي. اول حاجه هدوس على سيلكت اول عشان اشيل علامه الصح من على كله، وهختار كلمه ممتاز اللي هو اللي جايبين امتياز بس اهو. اوكي كده دي الاسامي، اسامي الناس اللي جايبه كلها ممتاز. ده معنى الجمله اللي انا قلتها، ان انا دلوقتي لما بعمل فلتر لاي عمود من دول بيتم فلتره الباقي بناء على العمود ده. طب انا عايز الغي الفلتر دوت او عايز ارجعه زي ما كان، هدوس على سيلكت اول. اوكي كده الجدول رجع زي ما هو. تمام. طيب انا دلوقتي لو عايز ادور على اسم معين، اسم فرد معين، هاجي عند الاسم، هكتب مثلا انا دلوقتي بدور على محمد صلاح، محمد صلاح، انتر.
جاب لي محمد صلاح بالدرجات بتاعته بالمجموع والتقدير بتاعه. عايز الغي الفلتر، سيلكت اول، اوكي. طيب لو انا عايز ارتب الناس دي ابجديا، يعني حرف الالف الاول، بعد كده الب، الت، وهكذا، يعني كل المكتوبين بحرف الالف يجيبهم لي اول ناس. هضغط على الفلتر واختار سورت A to Z اهو. كل اللي اساميهم بادئه بحرف الالف جابهم لي في الاول، بعد كده الب، وهكذا. طيب عشان انا ارجع تاني في اخليهم زي ما كانوا، هجيبها ازاي؟ هاجي عند رقم الجلوس كده وهختار سورت سمول تو لارج اهي. رقم الجلوس مترتب زي ما كان 110 111 وهكذا. طيب لو انا عايز دلوقتي اجيب كل اللي اسمهم احمد وفي نفس الوقت اللي جايبين ممتاز بس، هعمل ازاي الحركه دي؟ اول حاجه هنمشيها خطوه خطوه. هنختار اللي اسمهم احمد بس، هكتب هنا في السيرش احمد، انتر، جاب لي كل اللي اسمهم احمد. وفي نفس الوقت هاجي عند التقدير وهختار ممتاز، انا عايز اللي جايبين ممتاز بس. ادي كل الناس اللي اسمها احمد وجايبين ممتاز بالطريقه دي وبكل بساطه. في نفس الوقت عشان ارجع تاني لشكل الجدول بتاعي لازم الغي كل اللي انا عملته، سيلكت اول اهو، اجي عند الاسم، سيلكت اول، اوكي، رجعت تاني لشكل الجدول بتاعي. طيب لو انا عايز اعرض دلوقتي كل الناس، اسامي كل الناس اللي قدامي دي بس ما عدا الراسبين، يعني كل اللي ساقطين دول انا اشيلهم من قدامي في التقرير، عشان لو عايز اطبع مثلا ولا حاجه. هعمل الحركه دي ازاي؟ هاجي عند التقدير وهشيل علامه الصح من على كلمه راسب فقط، هدوس اوكي. كده جاب لي كل التقديرات ما عدا الراسبين او الساقطين. تمام. عشان ارجع تاني سيلكت اول، اوكي. طيب لو انا عايز ادور على الناس اللي مجموعهم في نطاق معين، يعني مثلا اللي مجموعهم مثلا ما بين ال 180 درجه وال 200 درجه، هعمل الحركه دي ازاي؟ هاجي عند المجموع وهختار نمبر فلترز، وهننزل عند بتوين، وهنكتب هنا من 180 ل 200، اوكي. كده جاب لي كل الناس اللي مجموعهم ما بين ال 180 وال 200 اهي. تمام. عايز ارجع في الحركه دي تاني، او عايز ارجع لشكل الجدول بتاعي تاني من الاول، سيلكت اول، اوكي. تمام. طيب لو انا عايز ارتب الناس دي حسب مجموعهم، يعني مثلا من الكبير للصغير، عشان المراكز وكده، المركز الاول مين والتاني مين والتالت مين وهكذا، يعني من اعلى درجه لاقل درجه. هاجي عند المجموع هختار سورت لارجنت تو سمولست اهي. يبقى كده ده اعلى واحد احمد صلاح، هنا جايب 190 وهكذا، كلهم جايبين 190، بعد كده 182 164 وهكذا. جاب لي المجموع بتاع الناس من الكبير للصغير. عشان ارجع تاني هاجي عند رقم الجلوس واخليه يرتبه من الصغير للكبير اهو بالشكل ده. وده بكل بساطة مضمون حلقتنا النهاردة، اللي هو الفريز والفلتر. والحاجتين دول مهمين جدا وهتستخدمهم في حاجات كتيرة جدا في الشغل. والجدول ده كان عبارة عن مثال توضيحي اللي انا كنت عايز اقوله. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، مع السلامه.